مساء الخير يا فريندز، عاملين ايه؟ او صباح الخير. وحشتوني جدا. كان المفروض اعمل فيديو امبارح بالليل بس يعني معلش اتشغلنا وكده. فهنطلع دلوقتي ان احنا نرد على ايه؟ ابو مجد. دلوقتي احنا طبعا هو واضح ان هو اتحرق دمه قوي، بالذات من موضوع الملاح علي هاني. يعني انت ما اتحرقش دمك من موضوع بيبسي ليه؟ يعني عشان منكم في بعضيكوا، يعني منكم في بعضيكوا جمعيه ما يجيلناش غريب. احنا ما فيش غريب بيخمس معانا في نسواننا، رجوله. طيب دلوقتي انا مش هنقعد. انا بيجي لي طلبات كتيره جدا طبعا ان انا اطلع اتكلم على موضوع مصنع كوك واتكلم على موضوع مش عارف ايه. احنا مش بنطلع دلوقتي نعد فساد الراجل ده. مش كل يوم هنشوف هو وصل لكم نسبه مئويه. الجراف النهارده ايه ده باع مصنع كوك 70%، بكره باع قناه السويس بقى ايه ده وصل ل 75، بعدين وصل ل 80. احنا بنتعامل مع الراجل ده ان هو عميل وجاسوس. وانت ماشي سامع يا بلوحه؟ ماشي. فخلي فري ويلي تلحق تلم لك لبستك من على الحب، يمكن تحتاجها معاك في الطريق. انت ماشي دي مش امنيه، انت ماشي ده فاكت، فتعامل بناء عن كده. لما انت تدي للاعلاميين بتوعك امبارح جرين لايت عشان يبتدوا يطلعوا يدافعوا، هم هيطلعوا يدافعوا عن ايه؟ هيطلعوا يقولوا لا مش متجوز هلا، ولا فري ويلي ما نطتش. هم مش هيعرفوا يطلعوا بالمستندات، احنا هنعرف نطلع بالمستندات. وبعدين مش عيب عليك يا راجل يا ان انت هتشغل منظومه كامله. اي نعم هم معرضين وكل حاجه، انما هتشغل منظومه كامله انها تطلع تدافع عن توتة حوده. رايح تقول لبيبسي الاتفاقك الذكي، الذكاء الاصطناعي على راي دكتور استاذ حسام بتاعك، ان هو موصل لك ان انت لما هتطلع لنا الاعلاميين احنا هنطلع نخوض في ملفاتهم هم، فاحنا كده هنتلخم عليك. يعني احنا بقى فاكرنا ان احنا شغالين بلدي وجهجهوني وبدون خطه زيك يا ابو مشت. لا يا حبيبي، مدربين على اعلى مستوى، دارسينك نفسيا كويس جدا، عارفين امتى نطلعك على المسرح، امتى هتؤمر الاعلاميين يختفوا، امتى هتظهر الاعلاميين. اقتنع، احنا اللي طلعناك، احنا اللي خليناك تزق الاعلاميين، ده مش قرارك، ده قرارنا دفعناك ليه. ولو كنت اعرف ان موضوع علي هاني هو اللي هيجي على الجرح كنا قلناه لك من زمان يعني، بس احنا ورانا ايه؟ ادينا قاعدين معاكم. احنا مش شغالين بلدي، انت ماشي مش هنطلع نسيب الحمار ونتشطر على البردعه يا عبس. اللي افتكرت بتضحي بالاعلاميين وسمعتهم، قال يعني بقى انا هطلع بقى ارد بقى، امسك بقى في احمد جاموسه، وامسك في مش عارفه ابنه مدسوس، وامسك في اللي مش عارف ايه. ما هم معروفين ان هم اساسا يعني مين. انت لو جبت عيل كده في الشارع قلت له احمد جاموسه، ده الوحيد اللي اجتمعت عليه جميع الطوائف ان هو شمال وبيرقص على في كل الموالد، ويعني معروف. يعني انا هطلع اضيع وقتي بجد ان انا اقعد اطلع ملفاتهم؟ هي هتطلع برضه بس على السريع كده. بس مش هنسيبك يا بلح، كل اعلامي هيطلع بفضيحه ليك، فضيحه لفري ويلي. والاتنين دول مش هما غلطاتها برضه، لسه يا فري ويلي اللي جاي اعظم. انت مشغل الجيش دلوقتي في الدعاره. يعني انت دلوقتي ما اعلنتش ليه عن فندق الاختيار زي ما اعلنت عن كبدة الاختيار؟ مش فندق اطلس اللي في احمد عرابي اللي جنب بيت مرتضى منصور، الجيش خده لحسابه وبقى مشغل فيه، لم كل البنات بتوع الليل من الشارع وعملهم في الدور الاول، وهو اللي بيجيب لهم وبيتفق مع العرب وشغلت الجيش في القواده يا راجل. هو انت سبت ايه طب للشيطان؟ يعني الشيطان هيلم هدومه هو ويمشي، يعني انت ما سبتلوش حاجه يعملها. مشغل الجيش في القواده، بيشغلوا البنات الليل لحسابهم الشخصي. يا راجل يا زباله يا ابو مشط،
طب ما تودي علي هاني يدير لك الموضوع، على فكره هو كويس. وبعدين يا علي يا هاني، عشان هضايق انتصار، انا قصدي هضايق فري ويل، هطلع لك بصور كل واحده جات لك الاستراحه، كل واحده جات لك الاستراحه متصوره. ويا بلحه ما تقعدش تبعت لي لجانك الهبله اللي زيك، تبعت لي صور الناس اللي انت شاكك فيها وتقول لي هو ده اللي بيسرب لك المعلومات. قال يعني انا بقى بربري نازل زيك؟ واقول له ده هو. لا بجد انت يا ابني متخلف، انت جاسوس متآمر وهبل. انت هتحاسب على تهمة الغباء قبل تهمة ان انت بتسلب البلد وجاسوس. بنعاملك معاملة الجاسوس وانت ماشي. افهم. ماشي. نشوى يا حوفي، طبعا انت اخرى من ان انا اتكلم عليكي، هيطلع لك بملفك عشان نبقى مجرسين كده. بس لسه لما اجمعكم كلكم في باقه تطلعوا كلكم النهارده، بقى يطلع عمرو وبعدين يطلع مش عارف مين واحمد جاموسه، وتبتدوا بقى كل واحد يأدي فروض الولاء والطاعه انه يطلع يركع لسيده ويدافع عن توتة ابنه. نبقى نطلع لكم ملفاتكم كلكم في حلقه، عشان انتوا مش هتاخدوا منا اكتر من كده. طيب والله ما انت ما زعلتش من موضوع بيبسي يعني، بس زعلت موضوع علي هاني. طيب رغم ان احنا قلنا 2 أو 3 بس، احنا قلنا مايا، قلنا امل مرسي، قلنا الحيزبونه اللي مدوراها نايله فاروق، قلنا انتصار، قلنا شاهيناز النجار ولا لا بس لسه في اساسا تانيين، في مليانين، بس الاسامي التانيه احنا ورانا ايه، احنا قاعدين معاكم. طيب انت طالع تقول ان انت ان عايز الشعب يقف جنبك، وان ثوره 25 يناير من 2011 ل 2013 هي دي سبب الازمه الاقتصاديه اللي بتمر بيها مصر. انت راجل كذاب ودنيء، واي عيل صغير اصلا ماشي بيبيع عيش في الشارع هيقول لك انت راجل كذاب، كذاب وخايب. يا ريتك كذاب وشاطر، حتى في الكذب خيبه، يعني فاشل حتى في كذبك. الثوره دي هي اللي جابتك يا رحتنت مليكه، هي اللي جابتك، وانت اللي قمت بيها، انت واللي ربنا يكحمه المعرس طنطاوي. فلو الثوره هي اللي كانت عمليه تخريبيه، يبقى انت اساسا من حاكم غير شرعي، انت جاي بعمليه تخريبيه على مصر، يعني ضغور في داهيه. طلع تقول لنا هو انا كذبت عليكم في ايه؟ هو انت ايه اللي اسهل اجيب لك لستة هو انت ما كذبتش في ايه؟ ده ابسط حاجه يا راجل، انت قلت وقت ما تعايزوني امشي انا همشي، مضغور في داهيه، عمال تسجن وتقتل الناس اللي بس حتى طالعه تقول لك على الفزات وعايزينك تغور. مش انت قتلت وبتحبس الناس وكده عشان انت تفضل لازق توتتك على الكرسي؟ الفرق بيننا وبينك يا اهبل يا ابن الاهبل ان انت احنا دارسين احنا بنعمل ايه، دارسينك نفسيا، نعرف نلعبك ونشعلقك ازاي. احنا مهمتنا حفاظ على وطن، فاحنا اللي ماتوا مش احسن منا، نموت احنا وولادنا، وما عندناش حاجه نخسرها الا ان احنا هنحمي مصر. انت قضيتك بتلعب لاجنده خارجيه، وعايز تحقق نزواتك انت والجعانه ام كرش اللي معاك، والتانيه مدام بومبادور اللي عامله لنا في راسها البجودي ده. فايه انتوا ناس جعانه وحشيتك وجايين تحققوا احلامكم على قفانا، فانتوا عندكم اللي تخسروه، انتوا اللي ميتين على الدنيا وعلى الحكم، احنا لا يا حبيبي. ففي فرق كبير ما بيننا. بص بقى يا قلبي، الغرض الوحيد اللي انت بتتهم بيه 2011 و2013 ان انت تغطي على ان انت عميل وخاين وفاشل، وعلى فشل حكومتك. كل ده انت بتتهم الثوره عشان فشل حكومتك. اللي هو اساسا الثوره دي الفشل حكومتك اللي هو ضر المواطنين بمختلف مستوياتهم الاجتماعيه، ما عدا الفئه اللي هي بتاعه المعرضين والمستفيدين من وساختك، هم دول اللي ما اتضروش، اللي هي الفئه المحدوده. الناتج المحلي المصري لم يتناقص خلال 2011، بل بالعكس. اللي هو كان عامل ثوره، بل بالعكس زاد بقيمه 17 مليار دولار.
ثم واصل الزيادة خلال سنة 2012 و2013. الشعب لم يستفيد من تلك الزيادة. ليه بقى؟ لأنها كانت تصب في مصلحة فئة معينة من رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية المستقلة التي لا تصب أرباحها في الموازنة العامة للدولة. يا فاشل يا بومشت. الزيادة الضخمة في حجم الديون تواكبت كان من أسبابها التعويم الأول للجنيه. فاكر ولا ناسي؟ ده اللي من أسباب الديون الضخمة. ده كان أول حاجة. ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو ده كان تاني حاجة اللي بتحقق بيه نزواتك يا فاشل. والمشاريع اللي انت أهدرت فيها مال عام، تابلت على أكبر ساري على أكبر جامع، مليارات الدولارات، فيلل للحاشية بتاعتك ولولادك، مليارات الدولارات في العاصمة. جاي تنضف وتستحمى على قفانا. جاي تنضف وتستحمى على قفانا. سفير مصر الجديد بتركيا نسعى للارتقاء بالعلاقات بين البلدين. أكد سفير مصر الجديد لدى تركيا عمرو الحمامي اعتزامه العمل على الارتقاء بالعلاقات المصرية التركية. جاء ذلك خلال تقديم سفير القاهرة لدى أنقرة أوراق اعتماده كسفير لبلاده إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفق بيان وزارة الخارجية المصرية، حيث التقط الرئيس أردوغان صورة تذكارية مع السفير المصري وأسرته وبعض أعضاء السفارة. وبحسب البيان قدم السفير عمرو الحمامي أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كسفير لمصر لدى تركيا. وعبر السفير عمرو الحمامي إلى الرئيس التركي عن اعتزازه بأن تم تعيينه كأول سفير لمصر لدى تركيا بعد أكثر من 10 سنوات. وأكد الحمامي على اعتزامه العمل على تعزيز العلاقات المصرية التركية والارتقاء بها في كافة المجالات. وفي وقت سابق تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى أنقرة عمرو الحمامي خلال استقباله في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة. وفي يوليو الماضي أعلنت تركيا ومصر في بيان مشترك رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء وترشيح صالح مطلو سفيرا لأنقرة لدى القاهرة وعمرو الحمامي سفيرا لمصر في تركيا.